مرحبا بالناظرين والسامعين جميعا. ان شاء الله كانت تبقى اجازه عيد فطر لطيفه، كل سنه وانتم طيبين. وهل كنتم تعلمون ان الفتره ما بعد العيد لحد اقتراب الصيف او دخول الصيف نفسه تعد فرصه ذهبيه او بيك توظيف؟ يس، لان خلاص رمضان خلص والعيد خلص، البروجكتس اللي كنا موقفينها رجعنا المفروض نشتغل عليها تاني، والديدلاينز بتاعتهم قربوا، فاحنا محتاجين نبتدي نظهر النتائج فيها او نقطع فيها اشواط كبيره. وكمان الاول 3 شهور في السنه بتبقى الدنيا، او اول شهرين بالاخص، ورمضان جه في الثالث فالدنيا كانت ايه، اول شهرين بنبقى لسه المشاريع ما اتحطتش، لكن من بعد العيد لدخول الصيف زي ما قلت خلاص بقى الشركات او اصحاب العمل او الاتش ار او ايا كان بيبقوا عايزين ناس خلاص، اللي هو ايه، تعالوا يا جماعه احنا محتاجين كذا وكذا وكذا وعايزينكم تبتدوا على طول. يعني سايكل التعيينات او انتقال الموظفين من مكان لمكان يعد دلوقتي البيك بتاعها نص 4 لحد الصيف كله طبعا. يعني نيجي بقى لموضوع الفيديو ده اللي هو ازاي ان احنا نستفيد او نوصل للي احنا عايزينه في البيك بتاع التعيينات الفترة اللي هي بعد العيد دي. اهلا وسهلا، انا اسمي ميلودي عبده، وانا هنا اتحدث عن كل ما يخص رحلة البحث عن العمل. فهيا بنا. رقم 1 هو ان احنا نبتدي نصحصح الحاجات اللي احنا بنقدم بيها على الوظائف اصلا، اللي هم ايه؟ السي في طبعا او الريزومي، مواقع التوظيف الاونلاين زي لينكدين وبيت دوت كوم وجوبزيلا ووظف والحاجات دي كلها، او انديد كمان، احنا في انهي بلد وايه، او انهي محافظه جوه البلد، ومين اكتر بلاتفورم فيها تخدمنا. صحصحه الكونكشنز بتوعنا، عشان لو احنا لقينا وظيفه مطروحه في شركه معينه احنا عايزين نوصل لها، طبعا الريكومنديشنز او الكونكشنز بتكون العلاقات، يعني بتكون تاثيرها اسرع بكتير من اي حاجه من الحاجات التانية. بالمناسبه if you don't know how to structure CV يتماشى مع متطلبات سوق العمل في 2025، رجاء منكم تفضلوا الى الويب سايت بتاعنا. بامكانكم تداونلود CV template، هي وورد ف 100% اديتبل، ATS فريندلي وفري تو داونلود. فيها انستراكشنز عن ازاي ان احنا نعمل السي في يعكس المهاره الحقيقيه بتاعتنا او الفاليو اللي احنا نقدر نقدمها للشركات، ما يبقاش سي في زيه زي اي حد تاني عامل سي في وبعته للناس. هحط اللينك في الديسكربشن بوكس تحت، وارجو ان هو يكون ايجابي بالنسبه لكم. احنا كده خلاص ظبطنا السي في. هنحتاج برضو اللي عملناه في السي في ده نعمله في الاونلاين بلاتفورمز، ويفضل نكون سبيسيفيك بقدر الامكان، او ان احنا يعني ما نكسلش واحنا بنعمل حاجات، واللي هو ما نسيبش خانه فاضيه ونطنش والكلام ده. الحاجات دي بتفرق. اوكي. خطوه رقم 2، لازم ان احنا نخصص وقت في اليوم ان احنا نقعد على الاكونتس دي ونقدم. احنا عاملين جوب اليرت، فمنين ما يجي لنا الاليرت ان في وظيفه جديده نزلت في البوزيشن اللي احنا عايزينه، يعني اوبا على طول نروح نقدم. يفضل ان انا اكون بتارجت حاجه معينه، خاصه لو انا عندي عدد سنوات خبره، سواء 2 او اكتر، يعني من 2 او 3 سنين خبره وطالع. يفضل ان انا اكون يعني بتارجت، مش اقدم هنا لا، هو انا شغلانتي كذا، بقدم في شركات كتير. اوكي، مش شغلانه دي والشغلانه دي والشغلانه دي والشغلانه دي. رقم 3، لما اقدم على وظيفه والشركه بتشوفها بيتكتب لي ان انا يا اما شورت ليستد يا اما فيود باي امبلوير. ممكن ابعت للامبلوير او ابعت للبني ادم اللي حاطط الوظيفه، ابعت له ايميل، ابعت له اي حاجه، ايا كان طريقه الكوميونيكيشن شكلها ايه في البلاتفورم. ومش محتاجه ابداعي، جملتين كده اظهر حماسي لهذه الفرصه والافيلابيلتي بتاعتي، او ان امتى بامكاني اني ابدا معهم كتاريخ، نأثر على بعض المسافات. او رقم 4 يعني consider using البريميوم تولز. كفريش جرادويت مش محتاجين الحاجات البريميوم خالص، ممكن من 3 سنين وطالع. طبعا اللي دافع للبلاتفورم، البلاتفورم هتحبه، فهتظهر السي في بتاعنا او الابلكيشن بتاعتنا في اعلى لستة الناس اللي قدمت. واخر حاجه برضو ان احنا ممكن نبتدي نطبع نسخه من السي في ورقيه، والشركات اللي حوالينا في المنطقه اللي احنا عايزين نكون بنشتغل فيها، او لو حتى مش عارفين ينفع نشتغل معاهم ولا لا، كفريش جرادويت قصدي، مفيش مشكله خالص ان احنا نطبعها وننزل نديهم السي في بايدنا زي زمان. اوكي، لان كل الناس او الضغط كله بقى على الحاجات الاونلاين، او اللي هو انا هقدم من خلال كذا وكذا وكذا ومن موقع الشركه ومش عارف ايه، زحمه. الحته دي بقت زحمه جامد، ما ينفعش اسيب الحته دي، ولكن في نفس الوقت ممكن حته من هنا بس. ونلتقي على خير ان شاء الله في الفيديو القادم. انا اسمي ميلودي عبده، وسعيده بوجودكم. مع السلامه.